عزيزي المشاهد، هذه التجربة أخذت مني فلوسا كثيرة، فبرجاء اللايك والاشتراك وهيا بنا للعمل. ومعاكم أحمد رجب وأهلا بكم في زوبعتي. لما تيجي تشتري موبايل من الصين، ايه اول حاجه هتفكر فيها؟ سعر شحن الموبايل، الجمارك، ضريبه التليفوني، هيوصل في قد ايه لمصر؟ كل دي اسئله انا جاي اجاوب عليها النهارده. فمبدئيا كده خلينا نعرف انا جبت موبايل بكام واشتريته ازاي. في تطبيق اسمه تيفايو باي، الشركه اللي عامله التطبيق ده بتقدم خدمات ماليه، بمعنى انك ممكن تعمل عليه فيزا اونلاين تشتري بيها اللي انت عاوزه من اي دوله، والشركه دي هي اللي عملت الموبايل، وهي اول مره تعمل موبايل في حياتها. كنت شرحت التطبيق بتاعهم قبل كده ازاي تعمل فيزا اونلاين، هسيب لكم رابط الفيديو تحت في الوصف. فانا دلوقتي لو قلبت البوستات دي، انا عندي البانر بتاع الفون هدوس عليه. هنا بيقول لي ان هو هيوفر لي $5 بونص لو انا اشتريت الموبايل. ولو نزلت لتحت انا عندي كلمه باي ناو لو هشتري موبايل دلوقتي، وعندي كلمه ماي اوردر ده لو هتابع اوردر الموبايل لو انا اشتريته. فادوس على كلمه باي ناو. انا عندي هنا موبايل اسمه تيفاو تي 1 فون. لو نزلت لتحت انا عندي الموبايل بيجي باتنين لون، اللون الجولد او الاصفر، واللون داست بيربل اللي هو البنفسجي الغامق. لو جيت بصيت على شكله من هنا، ادي اللون البنفسجي الغامق قدامنا اهو. دلوقتي بقى احنا عايزين نشوف سعر الموبايل. لو انت هنا مختار فيزيكال كارد، ده معناه انه هيلك الموبايل ومعاه فيزا كارد بلاستيكيه، والفيزا دي بتكون تبع التطبيق وبتدفع بيها دولي، ولكن انا ما جبتهاش، فهيخلي سعر الموبايل $200. انما لو اخترت الفيرتشوال كارد، ودي بتكون فيزا اونلاين موجوده على التطبيق بس، وهيخلي سعر الموبايل حوالي $150. ولكن انا هختار الفون بس، اونلي فون، ودلوقتي الموبايل بقى سعره $119. فلو دوست على كلمه باي ناو، المفروض ان انا ابتدي املى بياناتي. لو نزلت لتحت هلاقي ان الشيبنج صفر، لازم املى البيانات عشان اعرف انا هدفع كام، وكاتب لي تحت هنا ان انا هاخد خصم وهدفع $109 بس. فخلينا دلوقتي نملى البيانات، وبعد ما مليت البيانات انزل اشوف سعر الشحن. زي ما انتم شايفين سعر الشحن بقى $50، والتوتال اللي انا هدفعه $159. لو هنقول ان الموبايل لوحده ب$100، فالدولار دلوقتي عامل 47 جنيه و50 قرش، يعني الموبايل هيقف عليا ب 4750 جنيه، وسعر الشحن $50 يعني هيكون عامل 2375 جنيه. وبعد ما طلبت الموبايل، شركه دي اتش ال هي اللي هتمسك الشحن. الموبايل ده اتسلم لشركه دي اتش ال يوم 14، وصل مصر يوم 15، يعني اتشحن من الصين لحد مصر في يوم واحد بس. انا بصراحه انبهرت بسرعه الشحن بتاع دي اتش ال. بس عزيزي المشاهد، كل حاجه وليها ثمنها. فالمهم ان الموبايل ده اتحجز في جمارك عرض اتصالات، وده روتين طبيعي جدا. فالحجز اتشال عنه يوم 22، يعني قعد اسبوع في الجمارك، وانا استلمت الموبايل يوم 23، يعني الموضوع كله على بعضه اخد 9 ايام لحد ما استلمت الموبايل. طب ايه بقى تفاصيل الجمارك اللي دفعتها؟ مبدئيا كده الجمارك بتاعت الموبايلات بتكون 10%، زائد 14% قيمه مضافه، زائد ضريبه تليفوني 5%. يعني اي موبايل انت تشتريه من بره لازم تكون دافع الضريبه قبل ما تستلمه، يعني هيوصلك لحد باب البيت مدفوع الضريبه كامل، فمش هتلاقي ان الخط بتاعك بيقف ولا الكلام ده. فلو جيت بصيت على توتال المبلغ اللي دفعته 5276 جنيه. طبعا الرقم ده اعلى من سعر الموبايل. طب تعالوا كده بشكل بسيط جدا اقسم لكم فلوس الجمارك دي. رسوم الجمارك ال 10% زائد ال 14% قيمه مضافه، زائد رسوم عرض الاتصالات، زائد ال 5% بتاع تطبيق تليفوني، دول عاملين مع بعضهم 2982 جنيه. انما بقى شركه دي اتش ال واخده رسوم لوحدها 2088 جنيه، وده بسبب ان هم اللي بيعملوا كل حاجه وبيخلصوا الاوراق، و206 جنيه رسوم البريد المصري زائد رسوم الورق. فهي دي ابسط تقسيمه انا قسمتها لكم للفلوس. وعامه دي اتش ال ما بتاخدش اقل من 2000 جنيه لو اي شحنه اتحجزت، فعشان كده قلت لكم ان سعرها دايما بيكون غالي، ولكن الحاجه بتجيلك بسرعه جدا. طب انت هتقول لي طب ما هو رسوم الجمارك 10% على الموبايلات، يعني المفروض ادفع جمارك 475 جنيه زائد الرسوم الثانيه. هي للاسف ما بتتحسبش كده خالص. تفاصيل الرسوم الدقيقه دي خلينا نعملها في فيديو تاني وانا اشرحها لكم، بس قولوا لي تحت في الكومنتات لو عايزين اشرح لكم ازاي تحسب الجمارك. نيجي بقى نعمل اموك سريع للعلبه. انا عندي العلبه هنا ملزوق عليها ورق الجمارك اللي هي فيها تفاصيل الرسوم بتاعت الجمارك، وبدات افك البوكس ده بالعافيه. انا حاسس ان هم مكفينه ومش لازقينه بلزق. وبعد ما فتحت البوكس لقيت بقى علبه الموبايل، ولقيت علبه الموبايل اتفتح البرشام بتاعها، وبدات بقى اسحب العلبه، واخيرا بقى شفت الموبايل بتاعنا. بصراحه احساس جامد قوي لما تيجي تمسك حاجه جديده وتشيل كمان اللزقه والاستيكر اللي عليها. والموبايل بيجي متركب فيه الجراب الشفاف بتاعه، وكمان عليه سكرينه جيلاتين. طبعا لو ضيعت الجراب او شلت السكرينه مش عارف اجيب زيهم تاني دلوقتي، فلازم طبعا احافظ عليهم جدا. والموبايل اللي في ايدي ده موبايل عادي جدا، يعني الظهر بتاعه بلاستيك عادي، وفيه 3 كاميرات في الظهر، ولكن التصوير بتاعهم زي اي موبايل اقتصادي. بس الميزه الكبيره اللي فيه ان هي شاشته كبيره جدا، وجايب اندرويد 15، واللي ظهر قدامكم ده كل المواصفات بتاعه الموبايل. وشركه تيفاو رابطه الموبايل بالتطبيق بتاعها، يعني انت اول ما تفتح الموبايل هتلاقي التطبيق بتاعهم موجود. يعني انا بصراحه من تجربتي انك تشتري موبايل من خارج مصر تجربه فاشله جدا. انا توتال المبلغ اللي دفعوا فيه لحد دلوقتي 12400 جنيه. السعر ده في مصر يجيب لي ادخن موبايل بمواصفات جباره، وكمان الموبايل هيكون معاه في الضريبه. وبما اني بجرب عشانكم حاجات كتير، فلازم تعملوا لي ايه. وكل الروابط اللي اتكلمت عنها هتلاقوها تحت في الوصف. وبحبكم. سلام.